السلام عليكم. يبدو التفكير اليوم غريبا في صحراء قاحلة لا ماء فيها، وهو مهدد بالموت جوعا وعطشا، ولا أحد من العابرين حوله يرغب في نجدته. لا أحد يريد أن يزعج نفسه بالتفكير، فالتفكير يمثل مصدر إزعاج للجميع. الكل يتجنب التفكير وكأنما يتجنبون مرضا خبيثا. جل الناس قرروا وضع التفكير في الحجر الصحي خشية إصابة المجتمع بعدوى التفكير، فالتفكير كالفيلسوف يمثل تهديدا ليقين المجتمع الذي أسسه التافهون. لقد سيطرت التفاهة على العالم حتى أصبح الحديث عن الثقافة ضربا من العبث العقلي في العصر الراهن. فالإنسان الحالي لا رغبة له في التأمل والتفكير، ولا وقت له لذلك، فقد حاصره التافهون من كل حدب وصوب بالمشاهد وحاصروه بالصور، حتى أصبحت الصورة هي الوسيلة الوحيدة للتفكير، وأصبحت الكتابة غريبة في العصر الراهن، وغدت الكلمات مشردة تبحث لها عن مأوى بين الأنامل فلا تجد. قد احتلت الصورة كل المواقع، وتاهت بوصلة سفينة الحياة بين أمواج التفاهة المتلاطمة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث صحيح مروي عن أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم عن أمر العامة. هذا حديث صادر عن نبي أمي منذ 15 قرنا، لم يدخل لا مدرسة ولم يلتحق بجامعة، وبعد كل هذه السنين يصدر ألان دونو، جامعي من مواليد 26 شتنبر 1970، وهو دكتور في الفلسفة من جامعة باريس، وأستاذ محاضر في علم الاجتماع بجامعة كيبك التابعة لقسم العلوم السياسية. كتابه نظام التفاهة لاميديوكراتي سنة 2015. وفي الحقيقة ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سطرين حاول الكاتب شرحه في 366 صفحة بمعدل 8400 سطر تقريبا. فأنت تقلب صفحات كتاب نظام التفاهة وكأنك تقرأ حديث الرويبضة بتفصيل، حيث يتمثل نظام التفاهة في أن النظام السائد الذي أدى إلى سيطرة التافهين على مواقع أساسية من الخريطة الاجتماعية. يكفي أن تنظر حولك، يقول ألان دونو، لترى هؤلاء وقد اخترقوا السياسة والإعلام والتعليم والفن وغيرها من المجالات، وهو واقع يصفه بتسيد شريحة كاملة من التافهين والجاهلين وذوي البساطة الفكرية. ويشرح دون ذلك من خلال توضيح كيف جرى هز معايير الكفاءة، إذ يشير إلى أن تحصيل التافهين للمواقع لأي سبب من الأسباب يجعلهم يبحثون عن أشخاص تافهين مثلهم لتحصين موقعهم، وعلى أساس هذا التخوف على الموقع تبنى بالتدريج شبكة من التافهين تحصن فيها كل نقطة بقية النقط في الخريطة الاجتماعية، ومن ثم إسباغ التفاهة على كل شيء. ويضرب المؤلف هنا أمثلة شتى من التربية إلى الاقتصاد. لهذا فلا تستغرب وأنت تفتح هاتفك أو حاسوبك فيغمرك تسونامي من المحللين والمفكرين والخبراء وغيرهم من الرويبضاء التافهين، مصداقا لقول الشاعر: خنافس الأرض تجري في أعنتها، وسابح الخيل مربوط إلى الوتد، وأتفه الناس يقضي في مصالحهم حكم الرويبضة المذكور في السند.
لذلك عليك أن توطن نفسك. إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس اجتنب إساءتهم، ولا تعمل على التمكين لها بنشرها، فهجرانك لها يخمدها ويحقرها ويجعلها في حجمها الحقيقي من الصغار. واجعل من الجد والسعي سبيلا لبناء ذاتك تنفع نفسك وينفع الله بك. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. في أمان الله.